أولاً طبعاً مساء الخير فيكم جميعاً. أنا ما أحب أخلي شيء في الخاطر، بس اللي في الخاطر بقوله الحين. كنت أتمنى لو كان الحضور أكثر من ذلك، بس طبعاً أكيد حضوركم يفي، تكفون وتوفون. ولكن المهتمين في المسرح ليسوا بالقلة في البحرين، فكنا نتمنى لو على الأقل ملأوا هذه القاعة. طبعاً اليوم الفعالية هي بعنوان حضور المسرح البحريني في روسيا وتقاطعات الثقافة. راح تقدمها لنا الأستاذة، ولو هي غنية عن التعريف، أستاذة كلثوم أمين. كلنا نعرفها ونعرف ما أنجزته في هذا المجال. أستاذة كلثوم أمين خريجة الكونسيرفاتور الحر للسينما الفرنسية، تخصص مونتاج. درست المسرح في جامعة باريس الثامنة. عملت مستشاراً للمسرح في وزارة الإعلام في إدارة الثقافة والفنون. مؤسسة ومدربة للورشة الدائمة لتأهيل الممثل منذ 1999. مخرجة مسرح وكوريغراف. طبعاً هذه الليلة ستكون أيضاً بالتعاون مع جمعية البحرين للمتحدثين باللغة الروسية، ويمثلها هذا المساء الأستاذ أنور الحايكي. أهلاً وسهلاً فيه. أهلاً وسهلاً، يا هلا فيكم. طبعاً أنا ما عندي الأسماء فالمعذرة. جمعية البحرين للمتحدثين باللغة الروسية تأسست في 2013 في البحرين، ولكن التعاون الروسي البحريني لم يكن مستحدثاً مع هذه الجمعية. كان سابقاً منذ اهتمام الطلبة البحرينيين بالدراسة في الاتحاد السوفيتي في عام 1964. طبعاً بداية احنا راح نشاهد فيلم عن حالة التعاون الثقافي بين البحرين وروسيا، وبعدها راح نتكلم في بعض المحاور مع أستاذة كلثوم. تفضل.
قبل ما تتحدث طبعا أستاذة كلثوم، خلنا نشير إلى عنوان هذه الليلة: حضور المسرح البحريني في روسيا وتقاطعات الثقافة. العنوان بحد ذاته يحمل الكثير من التفاصيل. تقاطعات هي نقاط الالتقاء، النقاط التي استطاع المسرح البحريني أن يجدها لنفسه مع الثقافة الروسية. الثقافة أيضا كمصطلح، نحن لا نتحدث عن قشرة، لا نتحدث عن هامش، لا نتحدث عن مجرد قراءة، نحن نتحدث عن مضمون. فأين التقى المسرح البحريني في مضمونه بالمسرح الروسي؟ طبعا أستاذة كلثوم ما راح تقصر، راح تتكلم إلينا هذه الليلة. بداية، لماذا الأدب الروسي بالذات أستاذة كلثوم؟ لماذا الثقافة الروسية دون غيرها؟ أولا مساء الخير، أشكر جميع الحضور. صح العدد قليل، لكن كل واحد فيكم أحسبه ب1000 شخص، لأنكم حضرتوا إلى هذا الجلسة الحوارية. كنت أتمنى يكون في أكثر من الدارسين والمتحدثين باللغة الروسية، لأن حبينا نسمع إحنا كمسرحيين تجربتكم في روسيا. أشكر طبعا مسرح قلقامش اللي نظم هذه الجلسة الحوارية مع جمعية البحرين المتحدثين باللغة الروسية، وأشكر أيضا أسرة الكتاب والأدباء البحرين على أنهم منحونا هذا المكان للتحدث في هذه الجلسة الحوارية. أشكر أيضا الجنود المجهولين خلف هذه الجلسة، كلكم صراحة تشكرون على هذا الأمر. لو تحدثنا عن الأدب الروسي، الأدب الروسي يمتاز بتنوعه وغناه في كافة المجالات، منها الرواية، القصة القصيرة، الشعر، المسرحيات والنصوص المسرحية، الكتابات المسرحية والنصوص المسرحية. وكان تأثير المسرحيات الروسية عميقا حتى على المسرح العالمي كله، بحيث ان احنا لما تأثرنا بالمسرح الروسي ما تأثرنا مباشرة من روسيا، تأثرنا عن طريق آخر اللي هو عن أوروبا والدول العربية اللي كان لها علاقات مع روسيا، مثل مصر ولبنان وسوريا. فلما يعني المسرح البحريني انفتح على المسرح العربي، تأثر المسرحيين في البحرين وأيضا في الخليج مثل الكويت والسعودية لاحقا بالمسرح الروسي. وإذا لاحظنا أن أول مسرحية لجوجول، نيكولاي جوجول اللي هو المفتش العام، كان أخرجها مسرح أوال وسنة 1979، أعد لها حسن عون وأخرجها سامي القوس. بعدين نلاحظ أن المسرح الروسي بدأ شيئا فشيئا. طبعا تأثير الدارسين في الجامعات الروسية كان له أيضا دوره في أن الأدب الروسي يدخل إلى المثقفين في البحرين. ولكن لو جئنا نخصص فقط في جانب المسرح، فنجد أن مسرح قلقامش كان سباقا في هذا الأمر. أنه هو 2008 استضاف المخرج العراقي الدكتور فاضل الجاف في يعني ورشة تدريبية لمايرخولد سنة 2008 مدة أسبوعين. مع ذلك لو لاحظنا وتعمقنا في العروض المسرحية اللي موجودة في البحرين وفي الخليج، نشوف أنهم تناولوا تقنيات ستانسلافسكي، تقنية ستانسلافسكي، بس جاءت بشكل عفوي. يعني ما كانوا هم يعرفون بالضبط أن هذه تقنية ستانسلافسكي، بس كانوا يشتغلون عليها. ثم بعد ذلك لما تعرفوا على ستانسلافسكي شافوا أن هم يطبقون تقنيته عفويا.
لأن إذا يعني نلاحظ أن تقنية ستانسلافسكي تعتمد على الصدق العاطفي والذاكرة الانفعالية وتحليل النص، كل هذه الأمور اشتغلوا عليها المسرحيين البحرينيين. أيضا بنلاحظ أن لو تابعنا الدارسين للمسرح في روسيا بنلاحظ أن محمد عبد الملك درس نقد مسرحي بس ما كمل، والأستاذ حسن عبد الرحيم درس إخراج مسرحي وتخرج سنة 78 وهو كان عضو بارز في مسرح أول. عندنا يعني لو سمحتوا لي أتكلم عن علاقتي أنا بالأدب الروسي والمسرح الروسي، لأن يعني صار لي تقريبا يمكن فوق عن 50 سنة أو 60 سنة أنا لي علاقة مع الأدب الروسي من فترة اللي كنت فيها طالبة، بداية يعني وجودي في الثانوية، أول سنوات الثانوية في الستينات. كان في مشروع اسمه يعني مشروع كتاب ب5 قروش في مصر، اتفاق بين بالحقية الثقافية الروسية في القاهرة وبين وزارة الثقافة في مصر بإصدار مؤلفات روسية بقيمة 5 قروش. فلاحظوا يعني الجنيه يسوي 20 كتاب. فأنا انتهزت هذه الفرصة في ذاك الوقت، وكنت يعني شغوفة بقراءة روايات تولستوي ودوستويفسكي، ويعني ما خليت لا الجريمة والعقاب ولا نكرنينا ولا الأخوة كارامازوف وغيرهم كثيرين. لكن علاقتي بالمسرح الروسي جاءت عن طريق مهرجان أفينيون سنويا، ول14 سنة ذهابي إلى هذا المهرجان، حضوري لمسرحيات متخصصة في لأنطوان تشيخوف. غالبية المسرحيات لأنطوان تشيخوف أنا شفتها وتعلقت بهذا الفن الروسي في المسرح. لما جيت البحرين سنة 99 أسست الورشة الدائمة لتأهيل الممثل، وأصدق مثل عندكم الابن جاسم طلاق كان من أوائل المشاركين في الورشة الدائمة، واستخدمت فيها تقنية ستانسلافسكي وتقنية ميخائيل تشيخوف، وكنت أدرب عليها بحيث أن الشباب هذيلي بدأوا يفهمون ما معنى ستانسلافسكي وتقنية ميخائيل تشيخوف. بالنسبة لي كوني مدربة ما يعني أني أتوقف في جانب واحد في هذا الموضوع، فلهذا سعيت أن أنا أيضا أدرب نفسي في ورش متخصصة على أيدي متخصصين في هذه التقنية. فكان تدربت في سنة 2004 و2008 على يد جوانا مارلين، وهي أمريكية ومن تلميذات ميخائيل تشيخوف ورئيسة المؤسسة العالمية لميخائيل تشيخوف مقرها نيويورك. وتدربت أيضا على يد جراهام ديكسون في لندن سنة 2005. سمو الأميرة وجدان العلي لما سمعت أن أنا أدرب على هذه التقنية من سنة 2000، وهذه كانت التقنية جديدة بالنسبة للوطن العربي، دعتني كأستاذ زائر للجامعة الأردنية كلية الفنون قسم المسرح كأستاذ زائر، دربت الطلبة على هذه التقنية. وسنة 2023 عدت مرة ثانية إلى نفس القسم لتدريب طلبة قسم المسرح على فضاءات المسرح الممثل وفضاءاته وتقنية ميخائيل تشيخوف في هذا المجال. أيضا بنلاحظ أن دور قلقامش جاء بقوة، دفعة قوية جدا في اتجاه التعاون بين المسرح الروسي وبين المسرح البحريني في إطار التعاون بين البحرين وروسيا في مهرجان البيت البلطيقي سنة 2024 أعتقد شهر فبراير. يعني قدموا مسرحية مونودراما اسمها وجود، وأيضا في شهر أكتوبر
دعيت لنفس مهرجان المسرح البلطيقي للمسرح العالمي. هذه أنا شاركت فيه بورقة عن 100 عام من المسرح البحريني في سيمينار المائدة المستديرة ضمن فعاليات هذه المهرجان. عندنا في مشاركة قادمة ليش خلال هذا الشهر؟ اي ان شاء الله في خلال ايام راح اشارك في المنتدى الدولي للثقافات، الاتحاد الثقافات اللي راح يصير في سان بطرسبرغ في 11 و12 من هذا الشهر من سبتمبر. زين، عندنا ايضا مسرح قلقامش ان شاء الله في الشهر القادم عمل يوم البحرين ضمن فعاليات مهرجان البيت البلطيقي المسرح العالمي. اليوم البحرين هذه بمناسبة مرور 35 عام على العلاقات بين روسيا والبحرين، بيكون يوم شامل يعني من أولا سيمينار بتتحدث فيه خبيرة المكياج الأستاذة عفاف جلال عن المكياج في المسرح الخليجي، لأن إحنا مكياجنا في الخليج يختلف عن المكياج في الدول الأخرى. أيضا تتكلم فيه الدكتورة ابتسام الحمادي عن الأزياء التراثية. ثم سيقام أيضا أو سيقدم عرض اللي هو هدوء تام من تأليف الأستاذ يوسف الحمدان وإخراج عبد الله البكري. وفي ختام اليوم أيضا راح نقدم مونودراما شروق مريم من تأليف الكاتب السعودي فهد رد الحارثي ومن إخراجي. وخلال هذا اليوم كله بيكون في استقبال بحريني لجمهور المسرح في هذا اليوم بالأزياء الشعبية، بالموسيقى الشعبية، بالقهوة والحلوى وهالأشياء اللي كلها اللي إحنا مشهورين فيها في البحرين. عندنا أيضا زيارة كانت لرئيسة مهرجان تشيخوف العالمي من موسكو، هي والمساعدة مالتها ومترجم، جاءوا إلى البحرين واستقبلهم كان اتحاد المسرحيين والفرق المسرحية، كان لها دور كبير في المساهمة في التعريف بالمسرح البحريني. فكل مسرح تناول جزء، يعني مسرح مثلا الصواري عملوا لهم بروفا عن مسرحية المؤسسة، مسرح الريف والبيادر قدموا لهم أيضا بروفات حسب ما عرفت عن عروض، كانوا عندهم عروض جلسة وشافوها. كان في إعداد إلى اللي هو المهرجان الخليجي، فزاروا المسرح أثناء البروفات. أما مسرح قلقامش فانفرد بشيء آخر متميز، وأيضا كان له تأثير قوي على رئيسة المهرجان، بحيث أن دعا الوفد الروسي إلى غداء في مطعم شعبي داخل البحر، كانوا استقبلوهم بالأزياء الشعبية وبالمطبخ البحريني، وبفرقة من التراث الشعبي، فرقة إسماعيل مراد قدمت نماذج من الفن الموسيقي الخليجي، وكان اكتشاف بالنسبة لهذه المجموعة اللي جات برئاسة كارينا، السيدة كارينا اللي هي رئيسة مهرجان تشيخوف. عندهم أيضا لما غادروا طلبوا مني، كوني أنا أعرف العديد من مسرحيين الوطن العربي، أن أكون حلقة وصل بين مهرجان تشيخوف في موسكو وبين المسارح الدول العربية. فمن الحين سنتين، أنا من سنة اللي هم فيها 24 إلى الآن، أنا أواصل تقديم مخرجين وفرق مسرحية وإلى آخره من الوطن العربي. تواصلت مع مسؤولين من الكويت، من السعودية، من الأردن، من عندك أهم مخرج في ليبيا عواض الفيتوري،
رئيس أو عميد كلية الفنون في القاهرة مدحت الدكتور مدحت الكاشف، من عمان، من أيضا وين بعد يا ربي، من الجزائر فرقة هشام بوسهلة من الجزائر. وأيضا الحلقة مستمرة على أساس أن إحنا يجب أن نفتخر أن إحنا من البحرين بدينا نعرف الوطن العربي على هذا المهرجان العالمي. هذا المهرجان بالمناسبة يدوم شهرين، يبدأ من 24 مايو وينتهي في 24 يوليو، يعني على طول يوميا بين عرضين إلى 3 عروض يوميا في مسارح موسكو. فيعني شوفوا الجهد اللي يبذله هذه المهرجان في سبيل استقطاب المسرح العالمي، وكنا احنا نمثل جزء من هذا المهرجان ونشارك فيه. هذا شيء انا اعتقد ان احنا يجب ان نفتخر فيه. فهم دعوا مسرح الصواري لتقديم المؤسسة مدة 3 أيام، ودعوني لأعمل محاضرة. عملت لهم محاضرة بالمسرح في دول مجلس التعاون الخليجي. تكلمت فيه مع فيلم يعني الرائع ابن علي رميحي، كان له فضل كبير ان هم يشوفون الفيلم، والمحاضرة كانت باللغة الإنجليزية وكان في مترجم، فيعني انبهروا بالعروض اللي قاعدين يشوفونها. تكلمت فيها عن قسمين، القسم اللي هي العناصر المشتركة في المسرح الخليجي، كنا نتشارك في نفس الفولكلور، نشارك في نفس مثلا تاريخ البحر والبر وغيره والأسطورة وهالأشياء. وبعدين مسكت دولة دولة من بدء المسرح في الخليج في الكويت 1924، وكل دولة من دول مجلس التعاون من بداية يعني تأسيس المسرح فيها إلى 2025. المحاضرة كان المفروض تكون ساعة واحدة، صارت 3 ساعات، لأن كانوا حاضرين العديد من أساتذة الجامعات وجمهور المسرح الروسي اللي لأول مرة يتعرفون على شيء اسمه مسرح خليجي. فكان عندهم أسئلة كثيرة، ما توقعنا أن إحنا يعني راح تطول هذه المحاضرة إلى 3 ساعات. في ختام المحاضرة هؤلاء البروفيسورية والدكاترة اللي هم من الجامعات والمعاهد العليا في موسكو طلبوا مني المحاضرة والفيلم. وبعض المعاهد اللي تدرس أيضا اللغة العربية، معاهد العليا في موسكو اللي تدرس اللغة العربية، طلبوا بعد مني المحاضرة باللغة العربية. فلما رجعت البحرين أرسلت لهم المحاضرة باللغة العربية، فأخذوها طبعا كلهم على أساس أن يقدمونها في جامعاتهم. من ضمنهم مستشرقة من جامعة موسكو للدراسات والبحوث، صارت ماخذة مني مرتين، مرة اللي هي 100 عام من المسرح في المسرح في البحرين اللي عملته في سان بطرسبرغ، سمينار المائدة المستديرة، وأخذت مني أيضا هذه المحاضرة اللي هي عن مجلس التعاون الخليجي، على أساس أنه يضم إلى الدراسات في جامعة موسكو. يعني أم محمد من وإحنا صغار يدرسونا في الجغرافيا في المدارس أن البحرين هي حلقة الوصل بالنسبة إلى الخليج العربي والوطن العربي بشكل عام، هي صايرة قلب العالم في الوسط. فشيء جميل أن ابنة البحرين أيضا هي الأيقونة التي تجمع هذه الثقافة، تحاول أنها تصدر الثقافة الخليجية أو الثقافة العربية إلى روسيا. بحرينية بامتياز. شكرا. ماذا عن حضور المسرح الروسي في البحرين؟ المسرح الروسي لو بدينا من 2018 نظم مسرح الصواري مهرجان الصواري الدولي 18 في 2018. شاركت فيه فرقة
مسرحية من روسيا اسمها لابوراتوري اوف ثياتر، اللي هو مختبر المسرح. مسرحية اسمها وقت للجدل، فازت بجائزة أفضل عرض وأفضل موسيقى. وأيضا كان للمسرح الوطني دور هام في استقبال العديد من العروض الروسية. لو بدينا من مسرحين اللي هو البولشوي والمارينسكي من 2012 إلى 2019، يعني تنوبت العروض هذه بحيث ان احنا نشوف عندنا كسارة البندق، جيزيل من البولشوي، مسرح بولشوي، نجوم بولشوي 2016، نجوم مسرح سان بطرسبرغ 2017، بحيرة البجع، مجموعة من الراقصين من مسرح بيرم للباليه 2019، والحلقة مستمرة. أيضا لما حضر بدعوة خاصة يعني السيد سيرجي تشوب اللي هو رئيس مهرجان البيت البلطيقي في سان بطرسبرغ، حضر إلى البحرين ومدة ساعات، كانت 6 ساعات فقط، لأنه جاي في تور بالباخرة، نزلوا في البحرين 6 ساعات ما قصروا. شباب قلقامش حضروا له استقبال من أجمل ما يكون. استقبلنا سيرجي جوب والمساعدة مالته اللي هي اسمها ماريا، والمساعد اللي يدزه لأنه هو كان مثل ما شفتوا في الفيلم يعني على كرسي متحرك. وخذناه في جولة إلى مسار اللؤلؤ، وكانوا يعني مندهشين لوجود هذا الكم الهائل من يعني صيد اللؤلؤ. بالنسبة لهم كان شيء جديد، ما يعرفون عنه ولا يعرفون عن تاريخه، فكان معانا يعني مختص بهذا الأمر، شرح لهم تاريخ الغوص على اللؤلؤ. ثم أخذناهم في جولة إلى البيوت التراثية لمسار اللؤلؤ، ومنها إلى مسرح البحرين الوطني، حيث قام مسرح قلقامش بتكريم السيد سيرجي بإعطاء العضوية الشرفية لمسرح قلقامش، وتبادلوا الهدايا. ثم أخذوهم، رحنا بيتنا بوجبة بحرينية، وأيضا اتفاقية بأن مسرح قلقامش يكون له مقعد دائم في مهرجان البيت البلطيقي سنويا. ومنها اللي احنا ان شاء الله الشهر القادم رايحين نقدم ايضا العروض مالتنا ونحتفل باليوم البحريني في هذا المهرجان. يعطيش الف عافيه ام محمد. يمكن اني في البدايه ذكرت ان تمنينا لو كانوا الحضور اكثر، حتى يعرفون الى اي درجه بان حاله الشغف هذه يجب أن تكون مستمرة دائما. طبعا خير مثال ما سمعنا من أم محمد عن تتبعها إلى هذه الثقافة، تتبعها إلى ما يتعلق بالمسرح منذ نحو 60 سنة، من ولعها اللي هو الأدب الروسي. أقل من 60 شوي، ما عليه، أقل من 60. هذا من بداية الثانوية، لأن احنا ذاك الوقت ما كان في إعدادي. لا في الستينات ما كان في إعدادي إذا لاحظتوا في البحرين، يعني أنتم الكبار معاي في العمر، فكان مباشرة الابتدائي للثانوية، أول ثانوي يعني أول إعدادي، فكنا نسوي أول ثانوي. فذاك الوقت يعني كل من 50 سنة 55 سنة 45 يلا. هذا طبعا يؤكد لنا بأن موضوع الثقافة ليس موضوع قراءة فقط، ويمكن هذه ظاهرة صرنا شفناها في الفترة الأخيرة، حالة استعراض الثقافي، اللي يقرأ كتاب يهيج الدنيا حوله، قرأت الكتاب الفلاني وما أعرف شنو. الثقافة ليست قراءة، الثقافة استقراء، الثقافة تتبع، الثقافة امتداد. ما يصير أنا أوقف إلى حد وأقول بأني شخص مثقف. الثقافة ما تتعلق فقط بمجال معين. يعني أم محمد لما بدأت من قراءة الأدب ومنها انتقلت إلى المسرح وإلى غيره. المجال طبعا مفتوح إليكم يا أساتذة. احنا نشكر لكم حسن استماعكم، وأنا طلبت أن تكون جلسة حوارية مو محاضرة
على أساس أن إحنا أيضا نستفيد من حضور السادة اللي درسوا في موسكو ودرسوا في روسيا ويقولون لنا ذكرياتهم ونستفيد إحنا منهم. فيعني المجال مفتوح. أي ذكريات، أي أسئلة، أي مداخلات، طبعا المجال مفتوح. يعني إحنا نبقي جلسة حميمية تكون أكثر منها ما تكون محاضرة. الجمعية البحرينية للمتحدثين باللغة الروسية مهما يكون بدلهم في بداية اي والله يا ريت يعني نوعا ما ماخذين جزء كبير من عنوان الجلسة هذه، بما انهم ما شاء الله تبارك الرحمن يعني دارسين في روسيا، متخصصين باللغة الروسية ومهتمين ايضا، وعلى حسب علمي كانوا ترى قبل فترة بسيطة راجعين من موسكو حاضرين مؤتمر هناك، والحمد لله رب العالمين أصداء جيدة وتكلل المؤتمر بنجاح، فحابين نسمع منهم في البداية وبعدين إن شاء الله نتداخل معهم. أعضاء الجمعية مجلس الإدارة كان المفروض الأستاذ يوسف يكون موجود معنا اليوم، للأسف يعني تعرض لعرض صحي ما قدر يكون موجود. ما علينا العافية إن شاء الله. أي إحنا طبعا شاكرين الأستاذ الزوم على هذا يعني العرض الأول، يعني التقرير بالنسبة عن التعاون الثقافي والتقاطع الثقافي بين المسرح البحريني والمسرح الروسي. احنا يعني طبعا احنا كجمعية اساسا تأسست 2013 الجمعية البحرينية المتحدثين باللغة الروسية، معظم اعضائنا هم من خريجين او من نفس بعض الحالات اللي حتى ما كملوا الدراسة ولكن المتحدثين باللغة الروسية. احنا ما حصرناها في الناس اللي درسوا روسيا، وانما من كل الجمهوريات اللي كانوا يتحدثون باللغه الروسيه، فعندنا اعضاء متنوعين يعني. لنا اهتمام اكيد يعني بالجانب الثقافي زي منها طبعا المسرح الادب الروسي، يعني من ضمن اهداف الجمعيه اساسا ان احنا يعني نعمل على تعزيز هذا التعامل مع الجهات المعنيه بالثقافه سواء في البحرين مع الجهات الموجودة في روسيا. وإحنا سبق أن حضرنا وأنا شخصيا مع بعض الأصدقاء من الترجمة إلى الوفد اللي مثلوا كان مهرجان تشيخوف اللي صار في اتحاد المسرحيين. نعم. وأتذكر اللي كان في أول اللي كان في الثعالي. اي مقر اول في مقر اول فوق. اي انا كنت موجوده معاكم. كنت موجوده، فانا ما اتذكر انه كان في ورقه كانت تم تقديمها من واحد من المخرجين، بعد ايضا بعد تحرك العرض الصحي ما قدر يحضر معاهم فتكلم بالزوم. نعم. وكان في عنده ورقه وتم ترجمتها الى اللغه العربيه، انا ما ادري اذا انتم طلعتوا عليها او ارسلتوها يعني او وصلت لكم هذه الترجمه ولا لا؟ شنو لحد الان ما وصل. اي لا انا اتذكر حتى صار يعني نقاش واحد من المتداخلين كان في الجلسه كان يتكلم مع هذا المخرج قسطنطين اعتقد اسمه ما ادري. اي اللي هو كان مريض ما قدر. اي فكان يقول له يعني انت الورقه مالتك مسيسه ومش انا ما ادري شنو الورقه. فهذه الورقه موجوده مترجمه انزين اللغه العربيه ممكن نشاركها معك ممكن تستفيد منها. طبعا هو كان يتكلم عن نشأة المسرح الروسي وكيف بدأ اساسا ما بدأ المسرح كان في بيوت النبلاء يسوون هذه العروض المسرحيه. فانا نيابه عن اعضاء مجلس الاداره معنا الاستاذ حسين المخرج هو امين السر والاستاذ ابراهيم زين الله ايضا بالامين. نشكر مسرح قدام ونشكر الاستاذ ايمن العذوم على هذه المحاضره القصيره والموجزه والمفيده. شكرا. يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. بدايه يعني اذا يسمحوا لي يا جماعه والله احنا اللي حابين نشكر الجمعيه البحرينيه المتحدثين باللغه الروسيه لانه ما كانوا يعني في البدايه اصحاب المبادره في اقامه هذه الجلسه الحواريه. كنا في اجتماع معهم قبل شهور قليله، كنا نتباحث مع بعض شلون نقدر نسوي تعاون فيما بيننا للمشاريع القادمه، بحكم ان احنا مثل ما تفضلت السابق كلثوم اصبح لنا مقعد دائم في سان بطرسبرغ،
وباذن الله راح يعني نستمر في هذه التعاونات بيننا وبين روسيا باستضافه عروض، باستضافه مدربين في المستقبل ان شاء الله. نعمل على تصدير ايضا النصوص المسرحيه البحرينيه الى روسيا في المستقبل، علشان يعني ياخذ حجم هذا التعاون بشكله الصحيح. احنا يمكن اشتغلنا على النصوص الروسيه، اشتغلنا على التقنيات الروسيه في المسرح البحريني، ممكن حضرنا عروض روسيه، اشتغلنا في روسيا، لكن هل بالامكان ان روسيا اليوم تشتغل عمل بحريني؟ هذا ما نعمل من اجله ان شاء الله في المستقبل، وطبعا بالتعاون مع الجميع. ومسرح قلقامش باذن الواحد الاحد يعني مستقبلا يفكر ان ما يروح بروحه الى روسيا، يعني يروح بالشراكه المجتمعيه هذه علشان المجهود يكون موزع على الجمعيات المساهمه في هذا الامر، وتتكلل اصلا يعني الزيارات هذه بالنجاح في المستقبل ان شاء الله. فشكرا للجمعيه البحرينيه للمتحدثين باللغه الروسيه للمره الثانيه، لانهم اصلا اصحاب المبادره هذه. هو اللي ذكرته بعد ام محمد قبل شوي عن اللي هو اقامه اليوم البحريني في روسيا، هذه تعتبر مو بس خطوه جميله، خطوه جريئه جدا، ان انت بتنقل حاله الثقافه البحرينيه هذه بما فيها الى روسيا. انا والله حبيت بعد اتكلم عن هذه النقطه. يعني شكرا مستكاتي. فيها طبعا الى الان وانت تذكرين هذا الموضوع يعني ينتابني شعور بالفخر والاعتزاز. اليوم روسيا والبحرين يحتفلون بمرور 35 عام على العلاقات الدبلوماسيه، وصادف ان في هذه السنه ايضا شاركتنا في هذا المهرجان بالنسخه ال 35، فخصصوا يوم بحريني احتفاء في البحرين بتواجدها في سانت بطرسبورغ، وقاعدين نشتغل على هذا الموضوع على اساس ان ما يكون تمثيل البحرين في سانت بطرسبورغ فقط لمسرح قلقامش، وانما لجميع الجهات البحرينيه الموقعه للاتفاقيات الاخيره مع سمو الشيخ ناصر بن حمد. فنحاول بقدر الامكان ان احنا ننجح هذه الاتفاقات ونترجمها على ارض الواقع في روسيا. مسؤوليه ثقيله طبعا، ولكن أكيد بعون الله ثم وقفت الجميع مع مسرح قلقام ان شاء الله بتتكلل بالنجاح. كثير متحمسين ان هم لاول مره الجمهور الروسي بيشوف يوم من البحرين يعني كامل من الساعه 6 مساء الى الساعه 11 مساء. فيعني هذه كان شيء احنا نفتخر فيه صراحه، وبجهود قلقامش. الحمد لله. هو طبعا الثقافة الروسية بالذات ملاحظ انفتاحها الكبير على الثقافة العربية، مو بس في مجال المسرح، يعني لاحظ حتى في مجال الأدب في تواصل من قبل بعض المجلات الروسية مع أدباء وكتاب بحرينيين لترجمة نصوصهم في مجلات روسية، وطبعا من خلال وساطة بحرينية. جدير بالذكر طبعا اذكر دكتور نعمان الموسوي، كان بمثابة حلقة الوصل بين بعض الشعراء وبعض الأدباء البحرينيين لترجمة نصوصهم في مجلات روسية، وهذه طبعا خطوة أيضا جدا جميلة تنقل ثقافتنا المحلية إلى روسيا. واحنا نكمل بعض يعني. أكيد هي كلها الاساتذه شلون ذكرياتهم بالنسبه حق دراستهم. اكيد كان شيء صعب من البدايه، لما رحتوا اكيد رحتوا في الستينات او السبعينات. ما شاطر العالم الصعوبات. لا 45 سنه. السبعينات طبعا اقدم واحد منهم يعني بدايه لما رحنا طبعا هو الادب الروسي هو البدايه شجعنا نروح هناك. انا اول اتذكر في 71 72 كنت انا ثانوي او اول ثانوي، فدخلت المكتبه. اول ما عندنا شيء ثاني يعني مو مثل الان يعني لا عندنا بلاي ستيشن ولا شنو ولا، فدائما نقضي وقتنا في العصابي يعني في المكتبه العامه. الغيبيه. المكتبه العامه في كتب ويمكن استاذ عندكم نفس الشيء. لكن تعضوا فيها بعد. بناخذ الكتب فنشوف يعني هذا مين
مهندسين غوركي، تشيخوف. فلقيت نقرا يعني هذه البدايات من الادب الروسي، يعني هي اللي شجعتنا نروح يعني نقعد نفكر يعني هاي الحياه خارج البلد شنو يعني. بعد ما عندنا اتصال يعني بعد الرسوم في روسيا ذيك الايام كان قليل يعني. فهذا الشيء البيزك اللي كان دفعني انا مثلا شخصيا او اللي معي اصدقائي يعني وزملاء اللي درسنا. احنا على فكره احنا جروب اللي رحناه في 75 كنا تقريبا 65 ما شاء الله. يعني ما بين اناث وذكور يعني 65 شخص. كنا نمشي زرافات في بيروت يعني رايحين جايين، لأن في الستينات كانوا يروحون بالخش. اي سفر اتذكر في مطار بيروت يعني لما نكون بالعشرات نسافر يعني مو واحد اثنين يعني بنات واولاد مسافرين. صحيح. وكنا على 16 يعني كان عمرنا 18 سنه 19 سنه يعني. انا اتذكر تخرجت من المدرسه بعد شهرين سافرت ما شاء الله. يعني تخرجنا في شهر 6 ما 7 شهر 8 انا في موسكو يعني. ما شاء الله. فهذا بعدين لما رحنا هناك صراحه يعني تدريس اللغه الروسيه درسونا بالادب الروسي. يعني لما تدخل اول ما علمونا اللغه الروسيه علمونا في الصف زين قصص، يجيبوا لك قصه زين من الادب الروسي ومن خلالها يعلمونا كل اللغه الروسيه. كانوا ياخذونا يعني اكثر شيء كانوا معلمات اللي يعلمونا يعني ما كانوا يعني كلها معلمات. فياخذونا يودونا مثلا لبدني اوزر اللي هي في بحيره الرجعه مثلا، يودونا فيلم. ولما نرجع الصف وفي الصف كان ما يتعدى 6 اشخاص يعني من عده جنسيات. فتقول لنا يعني شنو فهمتم في هذا المقطع الفلاني، هي تسجل عندها ونقعد نتكلم يعني في الصف هالكلمه لازم تستعملها في هالمحل، هالكلمه تستعملها في فتعلمنا اللغه الروسيه من خلال الادب الروسي. ما شاء الله. وفي البحرين لما كنا يعني شباب او صغار يعني صغار من الادب الروسي هو اللي شجعنا ان احنا نتجه للاتحاد السوفيتي كانت. فطبعا هناك في سينمات يعني افلام رائعه جدا. فكنا دائما نقضي وقتنا كله في السينما او في المسارح. مسرحيات كانت على يعني كل اسبوع يعني هم يعطونا في بورد في الكليه يحطون اسامي المسرحيات اللي موجوده في المسرح الفلاني. يقول لك يعني كانوا مهتمين جدا جدا بالادب. لذلك طلعنا يعني مو بس يعني درسنا تخصص، درسنا بعد يعني عن ادبهم وعن ثقافاتهم. يعني ايام الاتحاد السوفيتي يعني عشناه احنا. يعني عشنا معاهم بشكل ناس بسيطين ما زالوا يعني رائعين يعني لحد الان في خيالنا يعني لما نروح موسكو ونشوف نأسف على الايام القديمه. لا بس والله للحين ترى وايد يعني صراحة طيبين إلى أقصى حد. صحيح يعني هم ما تغيروا بس إنما نمط الحياة تغير. يعني التكنولوجيا والأشياء طغت عليهم يعني مثل ما طغت على كل الشعوب يعني. لأن نظام اشتراكي شيوعي. أول حياتك كانت كلش بسيطة يعني ممكن إنك أنت حتى في الباص ما تعرفه يعني تتكلم معه. يعني أنا تعجبت أول مرة شفت إن عميد الكلية أنا راكب الباص ولا أشوف عميد الكلية واقف وياي. طالع أسلم عليه وما عارف يعني مستحيل عميد الكلية راكب. إحنا متعودين إن هنيلا عميد الكلية بعد ما إحنا أستاذ ما زر بالك. فهاي الأشياء يعني إحنا شفناها هناك يعني كانت حياة رائعة جدا. ما شاء الله. وشنو التخصص حضرتك؟ قانون. قانون ما شاء الله.
طيران، هندسة طيران، بعدين تغيرت من الطيران إلى بس استاذ، ما كانت بالنسبه اليكم بالذات في ذيك الفتره الجيل اللي هو الجيل الاول خلينا نقول اللي انتقلوا الى دراسه في روسيا، ما كانت حاله التحدي كبيره جدا؟ يمكن الحين واجد اسهل انه واحد يروح موسكو وغيره، بس في ذيك الفتره يمكن اول اتهام تحسونه هي بالضبط. لا بعد هم للحين احسن من اللي راحوا في الستينات. الستينات كانوا يروحون بالخيش. في 71 تخرجت من الثانوي، هل كان عندكم اعجابي بعد ولا ما كان عندكم إعدادي الستينات ما في اعدادي. إعدادي كان إعدادي ما في ثالث إعدادي. نعم. في أول ثانوي نعم. أنا سمعتك تقول أن تخرجت في شهر 7، في شهر 8 أو في شهر 9 تقريبا أنت كنت في موسكو. ايش قد كانت صعبة التجربة هذه؟ والقرار به نفسه، ايش قد صار لك علشان ان انت تتخذ؟ والله هاي قرار صعب يعني. الاهل يعني. طبعا ما انا سافرت بدون رضا يعني بدون ما يدرون اصلا. انا وين رايح؟ قلت لهم رايح المانيا، ما يدري الوالد، ما يدري، بس الوالد يدري. ما عرفوا الا انا في يقولوا في المانيا ظلوا سنه واحده يفكرون ذلك في الصيف رجعنا. في الصيف احنا رجعنا 76. نعم. كان عادي كل شيء عادي، رجعنا كل تقريبا 80-90% من اللي درسنا رجعنا ورحنا الدواجي والجامعات المصريه وجامعه بغداد والاتحاد الوطني لطلبة البحرين كله في البحرين. نعم. كله تروح السوق، تروح اي محل، تروح هذا. كنا نسوي رحلات ونروح كل شيء، ولا كان في شيء، كان على حساب روعه. الحمد لله. ولا كان في عندنا مشكله، فالاهل تالي كلهم عرفوا هاي مال روسيا. تصير احنا ما ندري عن نفسنا منه بيروح. لقينا يعني انا وولد خالتي مثلا، انا وصديق وياي في المدرسه اصلا ما شفت لها هناك. وتجاوب ايه ما كنت تدري فيها. فكلها كانت بالسر يعني. اي كانوا بالسر. فعقبنا جو بعد عقب دفعتنا بعد جو 40، عقب تالي 30. هذا المبدا. نعم. أنا طلعت أنا ذاكر حسن موسى ولا حسن إبراهيم. حسن موسى. هو الوحيد اللي كانت في جامعة موسى اللي اسمه نعم. وهي والفريق هو أكبر مني. صحيح. أنا لما رحت هناك الحق أنا آخر شيء. المايك. الشيء اللي أشوفه حسن موسى ويوم حسن. انا حكيت عليه 3 سنوات. فأنا شفته هنا أقول حسن شو تسوي لي؟ قال لي أنت شو تسوي لي؟ لأن كان فعلا المفاجآت إحنا كنا طلاب واجد. أنا رحت 79 كانوا حوالي 200 طالب وطالبة في موسكو. ما شاء الله. وحلانين وايد صاروا. عكس قبل يعني السبعينات كانوا على استحياء. السبعينات كانوا 500 كل الدراسة ودي كانوا 76. أنا بعدين رحت درست أوكراني في كييف وأنا خريج كييف. أنا كييف إذا درست أوكراني ذاك الأيام أنا لما رحت أوكراني في كييف كنت أنا مثلا أنا رحت كييف في 81 كنا حوالي 25 طالب وطالبة بس في كييف. يعني غير كل أوكرانيا كنا حوالي 70-80 طالب. كنا طلبة واجد ويجون مثلا ذاك الأيام ما كان كل يبي مثلا بعثات منح يستفيد من المنح لأن مجاني. صحيح. فعلا كنا احنا نروح هناك ندرس يعطون أول شيء تحويل يدرسونه وبعدين يعطون سكن نسكن فيه جامعة مجان نتخرج زائد لما يعطوك راتب شهري حق ثياب وبعد نسوان تزوجوا وايد من البحرينيين إيه؟ بس غالبية اللي دارسين كانوا اتجهوا إلى يعني اتجاه علمي أكثر من ما يكون فني أو أدبي. صح كانوا قليلين من دارسين كانوا خليل صار خليل هاشمي الله يرحمه فنان تشكيلي. هذه كان عندنا فن وعندنا حسن موسكو حسن الرحيم ودرس الفن. بعدين كان حنا الملك الإدارية طبعا احنا ما نحن يعني الدفعة الأولى اللي صاروا في الستينات يعني كثيرين من الأستاذ حسن مرحوم المرحوم عزيز يحيى عبد الجناح يعني من توفى هذه الدفعة الأولى الجراحات هذه خلف مع ذكر الدفعات اللي كانوا موجودين في الستينات. يعني كثيرين الله فنانين بعد. اي انا اعرف يعني شابات
في الستينات بعد، مو بس في السبعينات، في الستينات من خريجنا راحوا درسوا موسكو، بس بالخفية ما حد يدري. احنا استاذنا في دفعتنا كان بس شخص واحد، ابراهيم علوي، راح درس المسرح في سانت بطرسبرغ. رسلنا له اسمه، ارسلنا اسمه ما حصلته انا اعطينا على الجروب لان طلبوا الانتقالات حق تحضير ابراهيم اللي من النعيم. انا طلبت من استاذ طبعا لحسن زينل، الحظ هذا نسيب. قال لي بنجتمع بنعطيك معلومات، بس ما أخو كاظم الله تواصل يرحمه. معي. كان ويانا زميلنا طبعا كاظم وابراهيم هذولين اخوان زوجة اخوي، ويمكن شفت تجربتهم عن قرب. شنو اسمه ولا على كمان؟ دراستهم ابراهيم علوي خرج وتزوج بعد شنو درس مسرح؟ درس مسرح. بس شنو تخصصه في المسرح؟ هو ما ادري عن اخراج مسرحي. لانه انا بجيب ابغى لك اضيف معلومات. اسمه حق الفورم اللي ان شاء الله رايحت له في خلال ايام. انا يعني بجيب لك رقمه. نعم. اخو زوجة اخوي، بجيب لك معلومات. بس بقيت اشوف تخصص في شنو في المسرح. لا هو كان اعتقد في مسرح الصواري بعد فتره. فترة بسيطة، ما طول يعني، وما عنده ذيك الممارسة في المسرح. اعتزالية ما ذكرت. اي هو في مهرجان ربيع الثقافة شو اسمه، دعيت انا، كنت مسؤولة عن تنظيم المهرجان ايام اللي كنت مستشار للمسرح في الوزارة. ايضا كنت مسؤولة عن تنظيم المهرجانات في فرقة من الجزائر من ولاية باتنا. هذه قدموا المفتش العام سنة 2003 في الأردن، وأنا شفتهم كنت أعرض أيضا في الأردن، فدعيتهم إلى البحرين. قدموا المفتش العام لجوجل على مسرح الصالة الثقافية في 2006 في البحرين. ما شاء الله. انت سالتي سؤال انه ليش ما حد يدرس الفن هنا؟ لا مو ليش، أنا أقول أغلبية اللي لاحظت إن أغلبية الدارسين في توجهات روسيا علمية. اتجاههم علمي أكثر من فني وأدبي. صحيح. لان اولا توجهات هناك اساسا ما يبون يدرسون اطباء مهندسين يعني في هاي التخصصات اللي محتاجينها للدول الناميه. لان من ضمن يعني سياسه الاتحاد السوفيتي السابق انه هو مع منظمه اليونسكو وهذا يقول بدل ما ندفع احنا رسوم راح ندرس طلاب من دول العالم الثالث مجانا. فهم يعني يختارون التخصصات اللي تحتاجها الدول هذه. وبعدين حتى الناس اللي تروح تدرس هناك يعني نادرا ما تحصلين واحد له اهتمام بالفن. والالتحاق يعني معهد فني سواء في الفن في الموسيقى في الاخراج يعني من اصعب المسائل، اصعب من اي شغله ثانيه، لان يخضعونهم لامتحانات وشغلات يعني مو بالسهوله ان الواحد يدرس هناك. بس الملاحظ على الروس مثلا ان يمكن الجانب الفني عندهم منتشر بشكل كبير، مو تخصصات علميه فقط. يعني انا عندي ايضا كتجربه في البيت، زوجة اخوي روسيه، هي فنانه تشكيليه، صديقاتها اللي اشوفهم دائما يكونون وياها كل واحده في مجال من المجالات الفنيه. ما شفت اي احد في توجه علمي مثلا او تخصص علمي، كل توجهاتهم فنيه بحته. هاي قصه ما اعرف يعني عددهم هاي زين لهم. يعني خصوصا المرأة يعني تروسية واجد عندها هاي التوجه. يعني احنا لاحظنا احنا خلال عندنا لقاء شهري زين، فحتى لما يتكلمون مع بعض النساء دائما يشوفون وين محل ما في ثقافة في شيء في يعني مو مثلا لهو وتضييع صح. لا، يبغون شيء دائما في يستفيدون منه. حتى احنا لما نسوي في اللقاء ندعوهم مثلا، يعني طبعا عندنا جروبات احنا مع الروس ندعوهم باللقاء الشهري كذا كذا كذا. هم يسالون ايش بتسوون؟ شنو عندكم يعني شنو هو مثلا الفقره اللي بتقدمونها؟ عندكم مثلا اغنيه، عندكم مسرحيه، عندكم شيء؟ ما عندنا شيء. فتشوفوا ما يجون
يعني اللي يجون يمكن 3/4 يعني ليش؟ لان ما عندنا شيء نقدم. انا في ابغى اشير الى ما ذكر الاستاذ، احنا الجمعيه عكس ما انتم تبغون، انتم تبغون تخلون البحريني يروح هناك روسيا او الروس في روسيا يعرفون عن البحرين. احنا لا، احنا نبغى نجيب الروس من هناك الى البحرين. صح. على اساس احنا نبغى على الواقع شنو عندنا بالضبط، شنو هاي، فلذلك احنا عندنا واجد يعني افكار بنسويها، خصوصا بالنسبه عن المسرح، عن الادب، عن هذا. بس احنا بروحنا بعد ما بننسى. صح. في الله يسلمك. يعني ما يصير في تعاون بيننا وبين، ليش احنا توجهنا هاي السنه يعني والعام الماضي الى المسرحيين، الى الفنانين، الى هذا، لان على اساس نبغى نجذب الروس الى هني باقي. الله يسلمك. لما جات السيدة كارينا رئيسة مهرجان تشيخوف في اللقاء اللي صار في أوال، دعت إلى تعاون بين المسرح الروسي وبين المسرح البحريني، بحيث أن حتى يصير في عمل مشترك بحريني روسي، سواء كان عن سواء تاريخي يعني عن دلمون أو تراثي أو أي شيء، يكون بين ممثلين ومخرجين من البحرين ومن روسيا إذا تتذكر الكلام. وهذه على أساس كان صار اتفاق مع الاتحاد أنه يصير في تعاون بهذا الشكل، دمج المسرح الروسي بالمسرح البحريني في أعمال مشتركة. بس وأيضا عمل ورش أيضا في لقاءاتنا مع يعني المسرحيين في موسكو هناك، دائما كانوا يدعون ان احنا مستعدين ان احنا نساهم في تدريبات اذا طلبتونا ندرب لكم في ورش مسرحيه يعني، ويكون لنا اعمال مشتركه معاكم. هم يرحبون بهذا الشيء، فيعني احنا ايضا دورنا ان احنا نتمسك اكثر بهذه الامر ونشجعه. وايضا يمكن كان في بالي تساؤل يمكن أنا في البداية، لماذا الثقافة الروسية بالذات؟ بس للأمانة من يتعايش مع الروس، يمكن ما تعايشت وياهم هناك وما كان لي الشرف أقول فعلا إني أروح إلى موسكو، بس يمكن تعايش هذه الإنسانة اللي انتقلت من روسيا وصارت عايشة بيننا في بيتنا اللي هي زوجة أخوي، حتى حالة التسامح الديني عندهم عالية جدا، تخليك من حيث لا تعلم أنت تحترم تقاليدهم، تحترم الأشياء اللي قاعدين يسوونها. أعيادنا إحنا كمسلمين احترامهم إليها يخلينا إحنا من حيث لا نعلم نشاركهم أعيادهم، نشاركهم كل ما يتعلق. طبعا أنا بودي لو يطول الحديث لأن الحديث جدا شيق وجدا جميل، ولكن راح نختم طبعا مع الأستاذ محسن رئيس مسرح جرجامش سابقا، طبعا خير خلف لخير سلف عشان ما يزعلني. زين نختم مع مداخلته. يعطيكم العافية. أنا بتكلم عن تجربتنا احنا من خلال مشاركتنا في مسرحية وجود. طبعا احنا أنا أول مرة أروح روسيا، ومقدما شفته في مجهول، يمكن أعرف من الثقافات والشغلات يعني اللي من جوجل واللي نسمعها. بس بشكل عام أنا كل اللي في راسي حين العمل ما نعرضه، يعني أنا بشوف الستيج ونعرض. فمن حفاوتهم من المطار، من استقبالهم لنا في المطار، اهتمامهم لنا للفندق، والفندق قالوا زين اذا ذيك تطيحون اليوم وان شاء الله باكر تجون عشان تشوفون الستيج. اي ستيج؟ لا ليش ننقلهم هنا نروح نشوف الستيج؟ قالوا شلون يعني اوكي في مجال بس ان ارتاحوا مسافرين ويريد لازم نشوف المكان ونشوف شو السالفه. احنا متوقعين ان شاء الله ما يقولون لنا يكون التقنيه، احنا بنشوف مسرح ستيج مساحه متفاقع شوي بالموضوع، فقلنا لهم اصرينا على ان لازم نشوف المسرح، وخلينا نشتغل كلنا رحنا مع بعض. استغربوا يعني. وصلنا هناك الاسمنه وقاعدين نقيس بالريول شكل المساحات وكذا، وقدرنا وصلنا كل الامور هذه. شو المتطلبات مع بالهم في المسكه وكذا، بس السلطه العمليه وعارفين شو شغلنا. خلصنا الامور استغربوا يعني عارفين ايش تبون وعارفين كذا، هم عارفين احنا ما ندري يعني يتعاملون معنا يعني يجاملونا ولا ايش السالفه. فبعدين طلع الصيف وزين
فهي انه خلصنا امورنا كل شيء، كنا متى نقدر نستلم الصالح على اساس تدريباتنا وغيرها. فضبطوا لنا قالوا لنا ما في هالوقت ثاني يوم بيصير، قلنا لهم شوفوا لنا وين. فقالوا ما فيش الا الصبح، احنا الصبح نكون موجودين يعني. فمن الصبح رحنا هناك وصلنا وجهزنا امورنا، رتبنا امورنا، تقاليدنا هناك. يعني مشكلتنا اللغه، هذا اللي احنا قاعدين اليوم نتكلم فيه. اللغه صعب يعني انك تتفاهم معهم، لازم واحد هو يترجم، زي احنا اشخاص كل واحد يقول شيء. فانا مرتبنا امورنا، شيكنا الصوت، شيكنا الاضاءه، شيكنا كل شيء. وخذنا البروفة على السريع كنا تقريبا، بعدين اعطونا البروفة مكان ثاني نسوي تدريبات مكان ثاني. فاحنا خلينا ننتقل للعرض، طبعا لوقت العرض احنا كل التنسيق اللي لازم يصير معاهم خصوصا الترجمه، كانت الترجمه فوريه. هذا اول مره عندنا ما بعرفين شو نسوي الترجمه الفوريه، احنا بنسوي اللي عندنا. فكان في ترجمه فوريه مباشره في العرض. رتبنا امورنا، عرضنا، خلصنا. يمكن نص العرض في ناس قاعده تشيل المايكات، يعني قاعده تندمج بالعرض ومهتمه في العرض، ما كان يهم الصوت كما يهم اللي قاعد تشوفونه. في ناس دمعت وتعاطفت مع العمل شوي زين. لما خلصنا العرض احنا خلصنا والكل يعني شارك بالعرض، وكان في تكريم طبعا مباشره بالعرض، كل عرض يتكلمون. فطلعنا برا على اساس ان الامور خلصنا، ما نشوف العالم برا ينطرونا من طلبه من كذا، يعني هذا كله موجود كان بالقاعه ويانا ويكلمونا. احنا عندنا مترجمه واحده تمنا ويسولفون، واحد يسالونه من صوب، يسالون سالم عن الموسيقى، يسالون ما عارفين شو نسوي. فطلع كان في شخصين عربيين موجودين وعايشين في روسيا، واحد عراقي اعتقد وواحد سوري. فوالله يقولوا احنا نترجم لكم، لو تعاطفوا عرب اي عرب تترجموا لنا. فكل واحد يقولوا على زاويه ويتكلمون وكل واحد يتكلم. يعني طبعا انا اشيد طبعا اخونا استاذ جمال الغيلان، طبعا كان موجود في بعض الشغلات اللي صارت، استاذ ريم نفس العمليه، سالم نفس العمليه، صار في شوي تفاهم، شلنا ليله رحنا وشلنا امورنا. يعني اللي ارتاحوا انت ما تعبتونا، سويتوا عمل جدا ممتاز. فخلصنا، اذا ما خلصنا تمنى برا طلعونا من القاعه عشان الناس بتستلم، القاعه اللي طلعونا لنا يصكون ومشينا. جينا ثاني يوم شفنا عرض، طلعنا من العرض يتمون علينا نفس العمليه، رياض صالح وسالم. سالم استخدم يمكن الموسيقى الحيه في العرض، فاستخدم الحب يحلب. فيقولون له هذا شنو ذي اللي يطلع الصوت؟ لانه كان يستخدم اللايف حي وفي ماي. هذه شنو يعني شلون استخدمته؟ شلون وظفته؟ شلون كذا؟ فابتدى سالم احنا شلون نعلمهم انه هذه اشياء يعني موجوده شعبيه من الادوات اللي ذي، وابتدى يشرح ويقول وكذا. طبعا الجائزه الثانيه صارت من نصيبنا احنا، وصار الحمد لله البحرين فازت بالجائزه الثانيه في هذا المهرجان. هذه اول مره دوله عربيه تشارك في المهرجان، واول دوله عربيه تشارك في سان بطرسبرغ في البيت المالتيكي. بعد ما كمل ما خلصوا هالشيء، بعد في جائزه ثانيه، وصارت جائزه دبلومه للاستاذه ريم النوس من شو اسمه سان بطرسبرغ اللي هو من البيت المالتيكي. واستانسنا على هذا الموضوع الحمد لله. يعني هذا شيء الحمد لله قدرنا نرفع علم البحرين في مكان اول مره الدوله، اول مره نشوف ذيك كلها. حسب ما سمعت في وقتها انه كان في بعض الحضور او الجماهير اللي كانوا موجودين اضطروا ان يشيلون السماعات مال الترجمه، ثم ياخذون يتلقون الشعور نفسه. العمل نفسه كان فيه اشعار حق استاذه ناديه. ما بعرف شنو شعور الروس بالمباشره. طبعا صح، ذي النقطه مهمه زين ذكرنا عليه فيها. طبعا في حوارات شنو واقع الشعر يعني؟ في شعر ان احنا قلنا لهم ان هذه اشعار يعني وليست حوارات، ان هي اشعار هي مكمله للعمل. فكانوا يقولون يعني شلون صاير الوزن ماله وكذا، فهنا قلنا لهم ان الشعر مالنا بما معناه يكون له وزن او له طريقته يعني. فيمكن جمال وريم تكلموا وحتى سالم شوي، لان سالم ما يتكلم وايد، تكلم في روسي وايد. كانوا يتكلمون يعني حتى سالم يعني كان بيقول انه
كان في وده يضيف موسيقى او كان نوع من الالحان حق الكلام. هو بس كإضافة، هي كانت أشعار، كانت المفترض إنها أغاني. هي كانت مغنى، يعني كان ما أبغي أتكلم عن العمل واجد، طبعا أتشرف إنه كان لي لمسة في هذا العمل، أتشرف إن أنا كنت جزء منه. وتمنيت إني أكون جزء أكبر، بس ما يحتاج أتكلم زيادة عشان الوقت، يعني أنا بعد ما أبي أطول في الكلام، بس ما أدري أقول لحسن الحظ أو لسوء الحظ كنت الممثلة الأساسية في وجود. اتدربت عليها نحو 1.5 سنة مع أستاذ جمال الغيلان، وكان المفترض أني راح نطلع بها إلى تونس وبعدها إلى روسيا، ولكن سبحان الله، يعني الله ما أراد أني أكون أواصل التجربة معه. تركت العمل، ولكن بقيت ولله الحمد، بقيت هذه البصمة، بقيت الكلمات. وقت التدريب لا، كنت فعلا أغني في العمل نفسه. كانت كل أغنية مبنية على حالة شعورية موجودة إلى الشخصية نفسها. الحمد لله أن الله وفق الجامش وطلعوا بهذا العمل إلى روسيا. أنت جزء من النجاح طبعا. الحمد لله. أنت جزء من العمل هذه. تأكدي من الموضوع لسه موجود. طبعا أنا أخوي علي كلمني قال لي خلينا شوي نكبر الموضوع، إن بعد ما وصل حق الجهاد فصار في اتصال بيني وبين السفير، وما قصر السفير، كان عنده اهتمام تام. جماعة شافوا حتى تجربتهم، وايد كان في اهتمام في موضوع العلاقة الروسية البحرينية، وكان يأكد علينا ان اهتموا في العلاقة، واتمنى ان اشوفكم واشوف ناس ثانيين بعد حضر في اطار المسرح والثقافة. حضر افتتاح المؤسسة وحفل العشاء اللي عملوا لنا المهرجان في ذيك الليلة حق البحرينيين، الوفد البحريني كامل بحضور سعادة السفير، وكان يعني صراحة جدا مستانس وفرحان إن في من البحرين من يشارك في هذه المهرجان. يعطيك الصحة والعافية أخونا محسن. طبعا دقيقتين فقط، ودقيقتين عندي حق أختي عفاف، ونختم بعدهم إن شاء الله. طبعا تجربة الورشة، طبعا أشكر أول شيء محمد على الموضوع. من 99 ل 2004 كنا معاها في التدريبات، ويا ريت ترجع، يعني احنا أساسا متعلمين على طول يعني. لا هي مستمرة، بس مو في الألياس. طبعا الشيق في الورشة هي التقنيات. احنا كل فترة محمد نسوي تجهيز او نجهز الامور علشان التقنيات المستخدمة، سواء كانت فرنسية بشكل اساسي يعني دكوخ او من اي بلد ثاني مثل روسيا او غيره. فاحنا كنا نستمتع اساسا بالتدريبات هذه. طبعا انا بس بعلق على سالفة الموضوع السوفيتي او الروسي. الشغف اللي موجود عندهم ما حب الفن، التطلع. يعني أنا عندي تجربة في رومانيا، رومانيا هي بلد مستعمر من الاتحاد السوفيتي سابقا. طبيعة غير بلد. أنا دائما أبحث عن الفن مسرح، يعني بأي نوع، تقليدي مبتكرة بأي طريقة يعني. فالقراءة في الأدب الروسي أو في الشغلات هذه بالنسبة إلى شرق أوروبا موجودة بطريقة غير. فبالعكس يعني إحنا نتمنى إنه يكون في ندوات أو ورش تساعد على هاي الأمور، ونتمنى بعد إن نرجع للورشة. إن شاء الله. يعطيكم العافية. لا الورشة موجودة، بس يعني توزعت في الكويت، السعودية، الأردن. عشان الوقت بس. مسرحية أتولفين لو جيت أنا أتولفين شنقنا فيها. ياسر ناصر ومحمد حداد وأنا ثلاثة. هو نص مسرحي ترجمته إلى العربية، اسمه انتحار مكتبي، يعني واحد ينتحر في المكتب ويصير دمية. كانت اللعبة إن هاي جثة ترقص يعني. لا ما ترقص، هي الله يسلمك جاسم إذا تتذكر إنه كان الروتين اللي قتل الموظفين الثلاثة، وواحد منهم اللي أنت كنت دائما معاك شنطتك إنه سأذهب،
عرفت شلون؟ انه هو يقول لهم بنتحر، فاخر شيء يركب على الطاوله وينتحر، وسوينا له صج مشنقه وانتحر. انا حتى منعت الاطفال من دخول العرس، بس واحده اللي دخلت، واحده دخلت يعني صار هدوء تمام، كام يعني ما في ولا نفس يعني الى فتره يعني تقريبا توصل نص دقيقه في طفل ما هذه الام لا بنت كانت، الام رفضت، قلت لها يا بنت الحلال ما يصلح للاطفال، قالت لي انا ما ارجع بنتي، فلازم شو اسمه. المهم دخلت. شكرا جاسم. بس عشان عفاف ما تزعل، اخر مداخله بتكون معاها. عفوا دقيقتين فقط. أول شيء يعطيكم العافية. أنا شكيت كنت متحمسة إنه اليوم على الرغم إن أنا كان عندي تصوير من الساعة 6 الصبح. وصراحة شيء جيد إن إحنا يكون يوم بحريني وبننقل ثقافتنا، ووايد متحمسة إنه بكون جزء من العمل وبنقل المكياج المسرحي الخليجي وإن شاء الله تكون، وخصوصا هاي تجربة جديدة يعني. انتي متحمسه واحنا سعداء جدا جدا بهذه المشاركه. طبعا ختاما شكرا للجميع على حسن الاستماع، شكرا لام محمد ما قصرت. شكرا لكم جميعا، شكرا ناديه. طبعا في الختام يتفضل رئيس مسرحيه الجامش الاخ حمد بالتكريم. تفضل. شرف ويانا الاستاذ عنان الحايكي بالنيابه عن الاستاذ يوسف زينب. طبعا نشكر صاحب الاداره والكتاب انهم ساهموا معنا بتوفير المكان، ومتمثلين طبعا الاستاذه ناديه اللي كانت تشتغل ليل نهار مع الاستاذ احمد مطر الله يجزاهم خير علشان ان هذه الليله تكون ناجحه. مو بس على هذه الجلسه ولكن على مجهودها اللي بذلته من بدايه وصولنا الى روسيا الى اليوم، في ان هي بس تحاول بقدر الامكان ان هي تخدم هذه الشغف اللي موجود عندنا للتعرف والاطلاع على المسرح الروسي ودمجه مع المسرح البحريني. شكرا. الاستاذه ناديه الملاحه اللي باركتها شكرا ما قصرت. شكرا شباب، شكرا اساتذه ما قصرتوا، كانت لحظات سعيده تعرفنا عليكم فيها.